زعلت من في ناس نجوم كبار بينتقدوا حازم امام بطريقه وحشه، من ضمنها سيد حفيظ يعني كان اتكلم عليها. دي اللي مزعلاني. شفت عفروتو لما اتكلم كابتن حازم قال لك الناحيه الاداريه عنده ضعيفه، اتكلم باسلوب شيك، حاجه تليق برضه بنجم كبير. فوجئت التصريح من سيد حفيظ بيقول لك مش لا عشان حازم محترم من حقي. ايوه يا كابتن، ايوه مش عشان شكلك حلو وعشان نجم سابق تمسك الناحيه الاداريه ما تعرفش تديرها. ما ينفعش تتكلم كده، اولا ما ينفعش تتكلم في خلقه ربنا، دي حاجه بتاعت ربنا. لا لا مالهاش دعوه بالشكل. ما انا جاي هو قال كده، هو قال كده تصريحه كده. الحاجه الثانيه يا كابتن، طب ما حازم نجم، يعني حازم واخد بطوله قاريه لا نجم طبعا. ايوه حازم واخد بطوله قاريه واحترف في اودينيزي. انت ولا خدت بطوله قاريه ولا لعبت منتخب مصر اساسي ولا خدت ولا احترفت. لا بس واخد كابتن سيد يا كابتن. خلاص كده عفروتو نسيت تتكلم. بطوله قاريه. لا عفروتو انا سبت عفروتو انا سبت تتكلم. عفروتو ما بيتكلمش. اكتب كده، ناقشني في اللي بقول. انا دلوقتي قلت ما خدش بطوله قاريه، هو ما خدش. نوضح، مش عيب ان احنا نوضح. ما خدش، احترف في اودينيزي. تمام. وانت ما احترفتش في الفيوم. تاني حاجه، حضرتك دلوقتي ده كابتن منتخب مصر ونجم منتخب مصر واخد بطوله قاريه اللي انت ما عملتهاش. هترجع تقول لي بقى وانا مدير الكوره في النادي الاهلي انا واخد بطولات واخد بطولات. طب ما اللي قبليك مدير الكوره في النادي الاهلي خد بطولات، واللي بعديك خد بطولات. اي حد شاف النادي ياخد بطولات، بس تفتح صدرك قوي. بس انت بقى لو راجل وفتح صدرك قوي كده بقى ونجم، يعني رفضت لي عرض فيوتشر ورفضت لي عرض الاتحاد، عشان انت عارف لو طلعت بره النادي الاهلي واشتغلت في فيوتشر او اشتغلت في حته ثاني هتفشل. النادي الاهلي هو اللي نجحك. مش هيفشل، ممكن ما يحققش. ما يقدرش يا كابتن. كل اللي خرج كابتن ما يقدرش يكمل. ما يقدرش. انت يا عم ورينا قوتك بقى. لو انت راجل اشتغل في حته غير النادي الاهلي ولا تنجح ازاي؟ انا بقول لك يا كابتن وفر لي فيها شيء من المنطق. ماشي يا كابتن، ماشي فيها شيء من المنطق. طب وفر لي اللي النادي الاهلي موفره لي وانا هنجح. هو بيقول عايز يا كابتن، يعني انا هروح نادي يا كابتن الناس محارباني فيه. لا يا عفروتو، عايز يقول لك ايه؟ ان حسن شحاته نجح بالرغم ان مفيش امكانيات في نادي المقاولين العرب. لا كان درجه ثانيه يا كابتن. ما كابتن ماشي يا كابتن. ما انت فاهم عايز يقول ايه؟ يا كابتن حسن شحاته، انت بتتكلم دلوقتي يا كابتن على واحد ماسك مدير كوره. كابتن حسن شحاته وكابتن طارق العاشر وكابتن عبد الحميد بس لا كانوا ماسكين مدير فني. ما بنتكلمش على بوزيشن، احنا ما بنتكلمش على مدير كوره ولا يا كابتن. يعني هو معلش يا كابتن، هي ما تصادفش معايا. هو كل اللي خدوا البطولات خدوها من الاهلي كان كاس مصر والجيش السوبر. يعني هي مش هتصادف ماتش واحد اللي انت ممكن النادي الاهلي مش مفوق فيه او الزمالك ايا كان مش مفوق فيه. مش طبيعي اللي انت تكسب؟ طبيعي. يمكن